الدكتور فلان الفلاني استقصدني وشيلني المادة برغم ان انا حليت في المادة وان انا كنت مذاكرها كويس. انا ما عملتش حاجة يا دكتور، هو اللي مستقصدني. احترمي نفسك. امال الورقة اللي متدبسة في كراسة اجابتك تبقى ايه؟ حجاب؟ بداية لازم تعرف ان الدكتور صعب جدا ان هو يستقصدك او يحطك في باله اصلا، لان سهل جدا ان هو يعاقبك باكتر من طريقة. يعني على سبيل المثال لو انت عملت شغب في محاضرة او عملت اي موقف مع الدكتور لا يليق بطالب الجامعة، فمن حقه ان هو يحولك لمجلس تأديب، وساعتها انت ممكن تشيل ترم كامل او تترفض من الجامعة اصلا، او يعمل لك محضر شغب وساعتها انت هتتعرض لعقوبة تأديبية تتناسب مع الفعل اللي انت عملته. فالموضوع مش مستاهل ان الدكتور يستقصدك ويسعى ان هو يشيلك المادة بتاعته اطلاقا. الحاجة التانية لازم تعرف ان الدكتور ورقة الاجابة بتاعتك بتروح له مرقمة بترقيم سري هو ما يعرفوش. يعني انا لما باجي اصحح ورق الاجابة بتاع الطلاب صعب جدا اعرف ان الطالب ده هو اللي كاتب الاجابه دي، الا اذا سعيت بطرق ملتويه ان انا اعرف ورقه الاجابه دي، فده صعب جدا. يعني انا هخمن ما بين مثلا 300 400 طالب، هو الطالب ده عشان اسقطه في الامتحان او اسعى ان انا اسقطه في الامتحان، طيب فين الكنترول وفين ضميري هنا اللي يخليني اترصد للطالب واسعى ورا ورق الاجابه بتاعته عشان اجيب ورقه الاجابه بتاعته من بين كل الطلبه عشان اسقطه في الامتحان، وكمان الطالب ده حالل واجابته كويسه. فصعب الكلام ده. اخر حاجه نقدر نرد بيها على الادعاء ده ان دايما هتلاقي الطالب الفاشل المشاغب اللي مش بيذاكر هو اللي بيقول الكلام ده. عمرك ما هتسمع الكلام ده من طالب بيذاكر وذوق في التعامل مع دكاترته واساتذته وبيواظب على حضور المحاضرات بتاعته. هتلاقي دايما الطالب المشاغب الفاشل هو اللي عليه نغمة بيقولها دايما وبيرددها كل ما يسقط في امتحان: انا الدكتور ده مستقصدني او الدكتور شايلني المادة بتاعته. اتمنى بعد الفيديو ده ان انا ما اسمعش من اي طالب تاني يقول لي يا دكتور اصل في دكاتره بيستقصدوا الطلبه ويسقطوهم. ولو حصلت عشان نقول ان لكل قاعده استثناء، فما نقدرش نعمم ابدا الكلام ده على كل دكاتره الجامعه. يعني لو قلنا ان 1 في ال1000 حصل منه الموقف ده او حصل معاه الموقف ده، فما نقدرش نعمم ونقول ان دي ظاهره وان ده بيحصل في الجامعات المصريه. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.